الانمي بتاعنا النهارده بيحكي قصة شاب طبيعي زيه زي أي شاب في مرحلة الثانوية، بس فجأة بتحصل له حاجة غريبة بتخليه يخوض مغامرات فوق الخيال. فلو عايزين تعرفوا إيه اللي هيحصل مع بطلنا النهارده خليكم معانا. بيبدأ المسلسل بشاب اسمه سوبارو في سوبر ماركت، وخلال تسوقه بيحس إنه شايف تخيلات غريبة جدا، لكنه ما بيهتمش وبيكمل تسوق بشكل طبيعي. وأول ما بيخرج بتجيله نفس التخيلات تاني، فبيفتكر إنه مجرد إرهاق، ولكن بمجرد ما بيقفل عينيه وبيفتحها بيتفاجئ إنه انتقل لمملكة في عالم مختلف تماما عن العالم الواقعي. في نفس الوقت بنشوف بنت بتجري فوق البيوت بكل سرعتها وبتبص وهي سعيدة على شارة ملكية في إيدها. وعند سوبارو، ولأنه بيقرأ قصص خيالية كتير، بيفهم الوضع بسرعة وبيقول إنه أكيد انتقل لمملكة أسطورية، وبيقرر يستكشف المملكة وبيلاحظ إنها مليانة بأشباه البشر وعايشين حياة طبيعية. وفجأة بيسمع استغاثة طفل واقع على الطريق، فبيفكر سوبارو بسذاجة إنه هيقدر يستخدم قدرات سحرية في العالم الجديد زي ما بيحصل في القصص، وبيبدأ يعمل حركات عجيبة وطبعا بدون فايدة. فبيتدخل واحد من حراس المملكة وبينقذ الطفل على آخر لحظة. وبيكمل سوبارو طريقه لحد ما بيوصل عند بياع خضار، ولما بيحاول يشتري بيرفض البياع بسبب عملته الغريبة وبيتعصب عليه جدا. فبيمشي سوبارو بيكمل استكشاف للمكان، لكن بيطرد من أي مكان بيدخله لحد ما بيتكعبل وبيقع من فوق جسر في المية. وبيقعد بعدها في شارع هادي وبيتعصب جدا لأنه مش فاهم معنى اللي بيحصل له، وبيخرج موبايله اللي طبعا ما بيكونش فيه شبكة. وفجأة بيحس بوجود حد فبيفرح جدا لأنه بيفتكر إنه هيساعده، بس بيتصدم إنهم قطاع طرق وبيهددوا واحد منهم إنهم هيقضوا عليه لو ما خرجش كل اللي معاه. في نفس اللحظة بيتفاجئوا كلهم ببنت بتجري تجاههم بكل سرعتها، فبيفكر سوبارو إنها هتساعده لكنها بتتخطاهم وبتكمل جري. وبيترعب سوبارو لكنه بيهدي نفسه وبيفكر إن أكيد هتخرج منه قوة خارقة بعد انتقاله. وبالفعل بيهجم عليهم بكل قوته وبيضرب اتنين منهم بقوة، وأول ما بيخرج التالت أسلحته بيتحول سوبارو في لحظة وبيترجى يسامحه. لكن فجأة بتوصل بنت تانية للمكان وبتأمرهم يبعدوا عنه ويرجعوا لها اللي سرقوه منها، فبيستغربوا كلامها جدا وبيعرفوها إنهم ما سرقوش منها حاجة، لكن في بنت عدت من جنبهم بسرعة كأنها بتحاول تهرب وممكن تكون هي اللي سرقتها، فبتتحرك بسرعة عشان تحصلها، لكن ضميرها بيأنبها وبتقرر تساعد سوبارو الأول. وبتوجه على قطاع طرق هجمات سحرية من بلور، وبيكون واحد منهم عايز يهاجمها. ساعتها بتستحضر البنت قط روحي وبيهددهم انه هيدمرهم لو بس قربوا، فبيترعبوا وبيهربوا. وبيشكرها سوبارو بعدها جدا، لكنها بتسأله وهي متعصبة لو انه يعرف مين اللي سرق شارتها، وما بيبقاش عارف، ومن شدة الإرهاق بيقع وبيفقد وعيه تماما. وبعد وقت بيفوق سوبارو وبيستوعب ان البنت دي وقطها السحري فضلوا جنبه طول فترة اغمائه، فبيشكرهم جدا. وبتمشي البنت لكنه بيحصلها بسرعة وبيعرض عليها انه يساعدها في انها تلاقي شارتها، وبتتردد جدا في الاول لكنها بتوافق بعدها لانه بيقول انه فاكر شكلها. وبالفعل بيبدأوا يدوروا على البنت في كل مكان، وبيرسم لها سوبارو صورة وبيسألوا عنها الناس. وبعد وقت بيقعدوا يرتاحوا وبتسأله البنت عن اسمه، فبيعرفها بنفسه وبيرحب بيه القط جدا وبيعرفه انه اسمه باك. وبيسألها سوبارو عن اسمها فبتفكر اللحظة وبتجاوبه ان اسمها ساتيلا. ساعتها بيبان على باك صدمة، وبيرجعوا تاني يحاولوا يوصلوا للبنت، لكن في الطريق بتلاحظ ساتيلا طفلة تايهة فبتروح لها عشان تساعدها، وبتنهار الطفلة من خوفها وما بتبقاش عارفة تهديها. فبيتدخل سوبارو وبيعمل لها خدع سحرية، فبتفرح الطفلة جدا وبتمشي معاهم بعدها عشان يحاولوا يوصلوها لأهلها. وبالفعل بتشوف الطفلة والدتها في الطريق وبتجري عليها، وبيكملوا مهمتهم. وبيقترح سوبارو انهم لازم يرجعوا للمكان اللي حصلت فيه سرقة، واللي بيكون عند بياع الخضار والفاكهة اللي طردوا قبل كده. وبيتعصب البياع جدا لما بيشوفه تاني وبيرفض تماما انه يساعدهم بدون مقابل. في نفس اللحظة بتوصل الطفلة اللي كانت تايهة ووالدتها، وبتجري الطفلة على البياع وبيتفاجئوا إنه والدها، وبيستغرب جدا لما بيعرف إنهم ساعدوا بنته. وبتقدم الطفلة لساتيلا وردة كشكر ليها، فبتاخدها ساتيلا وبتحطها في هدومها وبتشكرها جدا. وبيعرفهم البياع إنه هيرد لهم الجميل وبيوافق يجاوبهم على أسئلتهم. وبعد وقت بينتقلوا سوبارو وساتيلا لحي فقير جدا، وبيفتكروا كلام البياع إن البنت اللي بيدوروا عليها اسمها فيلت وساكنة في الحي ده. وبتبدأ الشمس تغيب، فبيتكلم باك إنه لازم يرجع لبلورته السحرية قبل الليل، وبيبان عليه الإرهاق، فبتطلب منه ساتيلا إنه يرتاح. وبيكملوا طريقهم لكنهم ما بيوصلوش لفيلت، فبيسأل سوبارو واحد من السكان عنها، فبيجاوبوا إنها لو سرقت منه حاجة فلازم يروح لبيت المسروقات يتفاوض عليها.
وبيوصلوا عند بيت المسروقات، وبيقرر سوبارو يدخل الأول لوحده بالمصباح، وبيبدأ يستكشف المكان وبيستغرب وجود مسروقات كتير جدا. لكن فجأة بيلاحظ دم على الأرض وبيتصدم بوجود جثة على الأرض، فبيترعب سوبارو وفجأة بيسمع صوت من وراه وبيهجم عليه حد بسرعة، فبيقع على الأرض وهو متصف في بطنه. وهنا بتدخل ساتيلا فبيطلب منها تهرب فورا، لكن قبل حتى ما تفكر بتقع هي كمان بإصابة مميتة. بيتصدم سوبارو وبيحاول يقاوم ألمه عشان يساعدها، لكن فجأة بتضلم الدنيا وبيتفاجئ بنفسه رجع عند بياع الخضار اللي بيطرده زي أول مرة. وبيقف سوبارو وهو مش فاهم اللي بيحصل وحتى ما بيلاقيش الجرح اللي كان في بطنه. وفجأة بيفتكر ساتيلا فبيجري بكل سرعته عشان ينقذها من بيت المسروقات. وفي الطريق بيقابلوه قطاع الطرق فبيفتكرهم راجعين ينتقموا منه، لكنهم ما بيبقوش فاهمين هو بيتكلم عن ايه. فبيتعصب سوبارو جدا وبيضربهم بقوة عشان يبعدوا عن طريقه. وبعد وقت بيوصل عند بيت المسروقات وبيتردد انه يدخل، لكنه بيتشجع وبيبدأ يخبط على الباب. فبيفتح له الباب صاحب البيت وبيكون اسمه روم وهو متعصب جدا. فبيتصدم سوبارو انه نفس الراجل اللي كان ميت. وبيدخل سوبارو وبيكون متوتر جدا وبيسأل روم لو انه اتصاب مؤخرا، فبيضحك بشدة وما بيبقاش فاهم قصده. فبيفكر سوبارو ان كل اللي حصل مجرد حلم، وبيوصف له بعدها شكل الشارة وبيسأله لو انها عنده. فبيعرفوا ان في مسروقات جديدة هتوصل له ولو إشارة منهم لازم يكون معاه تمنها. فبيجاوبوا إنه للأسف معهوش فلوس، لكن ممكن يقدم له حاجات نادرة في المقابل. وبالفعل بيبدأ يوريه النودلز والبطاطس اللي كانوا معاه، فبيستغربها روم جدا لأنها حاجات مش موجودة في العالم ده. وبيخرج سوبارو يستنى فيلت، وبعد وقت بتوصل وبيحاول يفكرها بنفسه لكنها ما بتعرفوش نهائي. وبيطلب منها انه يشتري الشارة، وبيدخلوا هما الاتنين لروم وبتخرج الشارة وبتطلب منه يسمعها عرضه. فبيجاوبها انه هيبدل معاها الشارة بأداة سحرية بتوقف الزمن للحظة، وبيخرج موبايله. وبيستغربوا شكله جدا لكنه بيصورهم بيه، وبينبهروا اول ما بيشوفوا صورتهم. وبتسأل فيلت يساوي قد ايه، فبيجاوبها روم انه بالتأكيد غالي جدا وانه يستحق الشارة، وبيكون سوبارو خلاص هياخدها. لكن فيلت بتقول ان في عميل معين طلب منها سرقة الشارة، وان اللي هيدفع اكتر هو اللي هياخدها. في نفس اللحظة بيخبط الباب وبتفتح فيلت للعميلة اللي عايزة الشارة، وبيكون اسمها إلسا، وبتفهمها فيلت الوضع. ولما بتعرف بعرض سوبارو وبتعرفهم إن العميل بعت معاها فلوس أكتر، فبيستغربوا إن مش هي اللي عايزاها. ولما بيعد روم الفلوس بيعرفها إن الشارة هتكون لسوبارو لأن جهازه أغلى، فبيفرح سوبارو جدا. فبتتقبل إلسا الوضع وبتكون خلاص هتمشي، لكنها بتسأل سوبارو قبلها عن سبب احتياجه للشارة، فبيجاوب بدون تفكير إنه هيرجعها لصاحبتها. فبيتصدموا كلهم وبتتغير نظرات إلسا. وفجأة فيلت بتنقذه من هجمة إلسا، وبيهاجم روم إلسا بسلاحه الضخم وبيدمر المكان كله خلال مهاجمته ليها. لكن فجأة بتصيبه إلسا وبتقضي عليه، وبتتصدم فيلت من اللي حصل لروم وبتقوم وهي متعصبة جدا وبتهجم على إلسا بسرعة شديدة، لكن بتدمرها إلسا من أول ضربة. وبيقوم سوبارو وهو مصدوم وبيهاجم إلسا وبيحاول يضربها، لكنها بتضربه هو كمان وبتكون خلاص هتقضي عليه بسلاحها. فبيوجه لها ضربة شديدة لكنه بيتصدم انها صابته بالفعل في بطنه. وبيقع سوبارو وهو بيتألم جدا، وبيبدأ سوبارو يغيب عن الوعي. وفجأة بيلاقي نفسه عند بياع الخضار تاني، فبيقع سوبارو مغمى عليه وهو مش فاهم هو ايه اللي بيحصل له. وبيفوقه البياع وبيعرض عليه الاكل، لكن فجأة بيشوف سوبارو ساتيلا فبيقوم بسرعة يحصلها وبيندع عليها بأعلى صوته. فبتقف ساتيلا وبيبدأ سوبارو يعتذر لها انه ما قدرش يحميها، لكنها بتلتفت له وهي متعصبة جدا انه بينده لها باسم الساحرة الغيورة. وبتظهر الصدمة على كل الموجودين لما بيسمعوا الاسم، وما بيبقاش سوبارو فاهم ايه اللي بيحصل، لكن بتتجاهله ساتيلا وبتسيبه وبتمشي. وفي نفس الوقت بيلاحظ فيلت وهي بتتحرك تجاهها بسرعة وبتسرق منها الشارة، فبتتصدم ساتيلا تماما وبتجري ورا فيلت بسرعة. وبيحاول سوبارو يمنعها لكنه ما بيقدرش، فبيروح وراهم وبيختفوا الاتنين. وبيوصل سوبارو لشارع هادي، وفجأة بيخرجوا عليه نفس قطاع الطرق، وبيتضايق انهم مش عايزين يسيبوه في حاله وبيكون هيهجم عليهم. لكن فجأة بيصيبوا واحد منهم بخنجر، فبيقع سوبارو على الارض من شدة ألمه، وبتقع منه شنطته. وبيتصدم ان البطاطس اللي روم اكلها لسه موجودة زي ما هي. وبيهرب قطاع طرق وبيفقد سوبارو الوعي، وبيفوق تاني عند بياع الخضار. فبيسأله دي المرة الكامل اللي يشوفه فيها، فبيستغرب البياع وبيجاوبه انها الاولى. فبيقعد سوبارو وبيشوف كل حاجته، وبيستوعب انه في كل مرة كان بيموت وبيرجع بالزمن تاني. وبيفكر انه ممكن يستغل خبرته ويبيع كل حاجة ويعيش كأنه فرد من المملكة، لكنه بيرجع يفتكر مساعدة ساتيلا ليه وهي حتى ما تعرفهوش. فبيقرر انه هيساعدها ويمنع الأذى اللي بيحصل لها كل مرة. وبيرجع للبياع وبيسأله لو إن في أي سرقة حصلت،
فبيعرفوا إن بالفعل حصل سرقة من وقت قليل. فبيقرر سوبارو يتجه بسرعة لبيت المسروقات عشان يلحق فيلت قبل ما تبيع الشارة، وكالعادة بيقابل قطاع الطرق، لكنه بينده المرة دي بأعلى صوته على الحراس وبيكونوا هيهاجموه. لكن فجأة بيظهر واحد من الحراس اللي بيتعرف عليه قطاع الطرق، وبيكون السياف العظيم رينهارد، وبيترعبوا بمجرد ما بيتحرك لهم وبيهربوا بكل سرعتهم قبل حتى ما يسحب سيفه. فبيشكروا سوبارو جدا وبيتعرفوا الاتنين على بعض بعدها، وبيعرض عليه رينهارد المساعدة، فبيشكروا سوبارو جدا. وبيوصل سوبارو للحي الفقير وبدون قصد بيخبط في واحدة، فبيتصدم إنها إلسا، فبيتوتر جدا. وبتلاحظ إلسا توتره لكنها بتتجاهله وبتكمل طريقها. وعند كوخ قديم بيعرف إنه الفيلت، فبيدخل عشان يدور عليها، لكنها بتوصل بعده وبتفكر إنه عايز يسرقها، فبتهاجمه بخنجر بدون تفاهم. وبيحاول سوبارو يفهمها إنه ما كانش بيسرقها، لكنها بترفض تسمعه وبتستمر في مهاجمته لحد ما بتدمر الكوخ عليه وبتكون هتقضي عليه. لكنها بتتراجع أول ما بتعرف إنه عايز يشتري منها الشارة، وبيعرض عليها الموبايل وبيعرفها إنه غالي جدا، فبترفض تصدقه من غير ما تتأكد، وبتطلب منه يقابلها عند روم، فبياخدها وبيروحوا له فورا. وفي الطريق بيعرف سوبارو إن فيلت بتعمل كل ده عشان تنقذ نفسها من الحي الفقير وتعيش حياة أحسن، فبيتعاطف معاها جدا. وبيوصلوا لروم وبيأكد إنه فعلا غالي جدا، فبيفرح سوبارو وبيكون عايز ينهي الصفقة في أسرع وقت. لكن بترفض فيلت وبتعرفه إنها لازم تسمع عرض المشتري التاني الأول، وبيكون سوبارو هيفقد أعصابه وهو بيحاول يقنعها، لكنها بتصر على الرفض. فبيعرفها سوبارو إنه عايز الشارة عشان يرجعها لملكتها، وبيترجاها تصدقه لكنها ما بتصدقش. وفي نفس اللحظة بيخبط الباب، فبيترعب سوبارو وبيقول لها ما تفتحش، لكن بتفتح فيلت الباب، فبيتفاجئوا إنها ستيلا، وبتأمر ساتيلا فيلت ترجع الشارة. ولما بتصر على الرفض بتستخدم ساتيلا سحرها وبتحضر هجمات بلورية شديدة جدا. فبيتصدم روم وبيسألها لو إنها عفريتة، فبتصدمهم ساتيلا إنها في الحقيقة نص عفريتة. وبتتعصب فيلت وبتفتكر إن سوبارو متفق معاها، لكنه بيقنعها إنه ما يعرفش إنها هتروح لهم أصلا. وبيتفاجئ سوبارو لما بيلاقي الوردة من الطفلة اللي ساعدوها لسه في هدوم ساتيلا، وبيحاول يتدخل ويقنعهم إن الموضوع هيتحل. لكن فجأة بيشوف سلاح إلسا وبيحذر ساتيلا بسرعة، فبيقدر باكي يصد الهجمة بسحره. وبتظهر إلسا وبتعرفهم إنها هتاخد الشارة، ولكن بعد ما تقضي عليهم كلهم فبيتعصب سوبارو جدا وبيهجم عليها باك هجوم سحري عنيف بيسبب دمار شديد وبيحوطها ببلور صلب، لكنهم بيتصدموا بيها دمرته تماما. وبتهاجم ساتيلا بسرعة شديدة بسلاحها، فبتصنع ساتيلا قصادها حاجز، وبتستمر هي وباك في توجيه الهجمات السحرية، لكن بتتفاداها إلسا بمهارة شديدة. وبيقدر باك يثبتها بواحدة من الهجمات، وبتوجه لها ساتيلا هجمة بلورية ضخمة، فبيفرحوا إنهم قضوا عليها، لكنها بتصدمهم بخروجها بكامل صحتها. وبيبدأ باك يضعف، فبيرجع لبلورته، فبتستغل إلسا الفرصة وبتهاجم ساتيلا بكل قوتها، لكنها بتصنع حواليها حواجز سحرية بتصدها. وبيتدخل روم بسلاحه الضخم وبيحاول يقضي على إلسا، لكنه حتى ما بيقدرش يصيبها، وهي اللي بتقضي عليه من هجمة واحدة. وبتتصدم فيلت وبتروح لها إلسا، وقبل ما تقضي عليها بينقذها سوبارو بكل شجاعة على آخر لحظة. وبترجع ساتيلا تهاجمها تاني بشظايا البلور، وبيطلب سوبارو من فيلت إنها تنقذ نفسها وتهرب، وبيهجم هو بسلاح روم على إلسا عشان يبعدها عنها. وبالفعل بتهرب فيلت وبتضربه إلسا ضربة عنيفة جدا، فبيقع على الأرض، لكنه بيقاوم وبيواجهها بكل قوته. وبتحاول ساتيلا تساعده، وبتقدر إلسا تمسكه وبتكون خلاص هتقضي عليه، لكن فجأة بيتدمر السقف، فبيهرب سوبارو منها. وبيتفاجئوا بوصول رينهارد وبيطالب إلسا إنها تستسلم، لكنها بتتحمس أكتر لقتلها ضده. وبيروح سوبارو لساتيلا وبيستغرب إنها بتعالج روم بسحرها، وعند رينهارد بيصد هجوم إلسا العنيف بمجرد خبطة من رجله على الأرض، فبيبعدها عنه تماما. وبيمسك سيف عادي لمواجهتها، ومن أول هجوم بيقدر ياخد منها سلاحها، فبيحذروا سوبارو بسرعة إنها معاها سلاح تاني، وبالفعل بيتفاداه على آخر لحظة. فبتستمر إلسا في مهاجمته بسرعة مهولة، وبيفكر سوبارو لو إن رينهارد هيقدر ينتصر، فبتجاوبه ساتيلا إنها بمجرد ما تنتهي من علاج روم هيقدر هو يستخدم قوته القصوى. وبيصد رينهارد كل الهجمات بثبات ومهارة، وبمجرد ما بتنتهي ساتيلا بيبلغوا سوبارو إنه يقدر يستخدم قوته.
وفجأة بتخرج منه هالة سحرية وبيستجمع قوة سحرية جديدة في سيفه، وبضربة واحدة منه بيدمر المكان كله وبتختفي إلسا تماما. وبيقوم سوبارو وهو مبهور من اللي حصل وسعيد جدا إن كلهم بخير، وبيشكر رينهارد بشدة. فبيعرفهم إن في الحقيقة فيلت هي اللي عرفته بمكانهم وإنهم في خطر. وفجأة بتخرج إلسا من تحت الحيطان بسرعة شديدة تجاه ساتيلا، فبيصد سوبارو هجمتها بسرعة وبيتصدى لها رينهارد، لكنها بتنسحب وبتهرب من المكان فورا. وبتطمن ساتيلا على سوبارو فبيطمنها إنه بخير، وبيرقص من فرحته إنه أنقذها، وبيكلمها بجدية إنه عنده طلب مقابل إنقاذه ليها. وبتتفاجئ بيه بيسألها عن اسمها الحقيقي، فبتضحك ساتيلا بشدة وبتعرفه إن اسمها إيميليا، وبتشكره تاني على إنقاذها. وفجأة بيتصدموا بسوبارو واتصاب في بطنه لكنه ما كانش حاسس، فبيقع وبتترعب عليه إيميليا وبيفقد الوعي بعدها على طول. وبعد وقت بتكلم إيميليا رينهارد إنها قدرت تعالج جرح سوبارو وإنها هتاخده لبيتها لحد ما يتحسن. وبتشوف بعدها فيلت وهي قاعدة جنب روم، فبتروح تطمن عليها، وبتستغرب فيلت لطافتها بالرغم من اللي عملته فيها، فبتعتذر لها وبتقدم لها الشارة اللي سرقتها. وبيتصدم رينهارد من اللي بيحصل، فبيمسك فيلت بعنف وبيكلم إيميليا إنه لازم يقبض عليها، فبتحاول تقنعه إنها مسامحاها لكنه بيصر، وما بتقدرش فيلت تخلص نفسها منه، وبيستخدم عليها سحر منوم وبياخدها وبيمشي. وتاني يوم بيصحى سوبارو في غرفة فخمة جدا وبيلاقي إن جرحه اختفى، فبيفهم إن إيميليا عالجته، وبيخرج من الغرفة وبيمشي في ممر كبير، لكنه بيكتشف إنه بيرجع لنفس النقطة تاني. فبيقرر يفتح باب عشوائي، وأول ما بيفتح بيتفاجئ بطفلة اسمها بيتي بتقرأ وبتتعصب جدا من دخوله، وبتطلب منه يخرج لكنه بيفضل يسألها أكتر من سؤال، فبتتجاهله بهدوء. وبمجرد ما بتلمسه بيتألم جدا وبيقع على الأرض وبيفقد الوعي بعدها بلحظات. وبعد وقت بيفوق في غرفته وبيلاحظ وجود 2 من مساعدات القصر، وبيكون اسمهم ريم ورام. وبتوصل لهم إيميليا وبتطمن إنه بخير، وبتفرجوا إيميليا بعدها على القصر فبينبهر من ضخامته. وفي حديقة القصر بيخرج باكو وبيشكر سوبارو جدا على إنقاذه لإيميليا. وبيوصلوا عندهم ريم ورام وبيبلغوا إيميليا إن سيد القصر روزوال مستنيها، فبيدخلوا الغرفة ضخمة وبتقابل بيتي سوبارو بسخافة، لكنها بتتحول تماما أول ما بتشوف باكو وبتفرح جدا. وبيوصل لهم بعدها واحد شكله غريب جدا، فبيفكر سوبارو إنه مهرج، فبتتوتر إيميليا، لكن بيتكلم اللي دخل إن روزوال سيد القصر، فبيتصدم سوبارو. وفي وقت الأكل بيسأل روزوالد سوبارو عن سبب ظهوره الغريب، وبيفهم منه سوبارو إن المملكة في وضع خطر بسبب اختفاء الملك، وإن التقييمات بدأت لاختيار الملك الجديد. وبيتصدم تماما لما بيعرف إن إيميليا من المترشحين، وبتعرفه إيميليا إن الشارع عبارة عن مقياس إن المرشح جدير بالحكم، فبيتعصب جدا إنها ضيعت الشارة ولسه عايزين تكون الملكة. لكنه بيفكر بعدها إن هو اللي أنقذها، وبالتأكيد هيكون ليه مكافأة ضخمة. وبالفعل بيسأل روزوال عن كل طلباته، فبيتصدموا كلهم بطلبه وهو إنه يشتغل عندهم في القصر. وبنعرف إنهم وافقوا، وبيكونوا في غرفة الملابس وريم ورام بيجهزوا له هدوم خاصة للشغل، وبتوريه رام بعدها كل القصر والمهام المطلوبة. ومن ضمن الغرف بيفتح غرفة بيتي، فبتتعصب عليه جدا وبتطرده، فبيفتح الباب تاني لكنه بيتصدم إن الأوضة اتغيرت. فبتشرح له رام إن بيتي عندها قدرة الانتقال عبر الأبواب، وإنها لما بتختفي مستحيل حد يوصل لها، لكنه في لحظة بيقدر يخمن مكانها وبيفتح باب وبيلاقيها بالفعل. وبيسألها عن وظيفتها في القصر، فبيفهم إنها مكلفة بحماية كتب سرية جدا خاصة بروزوال. وبتسيبه رام بعد ما بتصدمه بكل المهام اللي هيعملها. وفي الليل بيرجع لغرفته وهو مرهق جدا، وبتمر عليه الأيام وبيشتغل بكل جهده، لكنه بيعاني جدا وبيتصاب أكتر من إصابة في كل مهمة بيقوم بيها. وفي يوم في الحديقة بيقف يتفرج على إيميليا وهي بتتدرب على سحرها وهو مبهور جدا، وبيتكلموا مع بعض بعدها عن شغله في القصر. فبتلاحظ إصابات إيده وبتعرض عليه تعالجها، لكنه بيرفض لأنها دليل على اجتهاده. وبيعرض عليها لو إنها تحب تخرج معاه تاني يوم، وبتتردد في الأول لكنها بتوافق، فبيفرح سوبارو جدا. وبيرجع سوبارو لغرفته وهو متحمس جدا ينام عشان يصحى يخرج مع إيميليا. وتاني يوم بيقوم بكل حماس، لكنه بيتصدم بوجود ريم ورام، وبيستغرب انهم بيعاملوه برسمية. وفجأة بيلاحظ ان اصابات ايده اختفت، فبينهار سوبارو وما بيقدرش يفهم ليه الزمن اتعاد بيه.
فبيخرج من الغرفة وهو بيجري وبيدخل لغرفة بيتي وهو منهار وبيطلب منها تسمح له يفضل موجود. فبتسأله بيتي ليه دايما مش بيستأذن قبل ما يدخل، فبيتصدم سوبارو وبيسألها لو إنه دخل عندها قبل كده، فبتتعصب إنه عمل كده من 4 ساعات بس. فبتزيد حيرة سوبارو وبيبدأ يفكر بصوت عالي إزاي الزمن رجع وإزاي بيتي فاكراه، لكنه بيقوم بكل حماس وبيقرر إنه هيكتشف بنفسه. وبيخرج للحديقة فبيشوف إيميليا وهي قلقانة عليه جدا، لكنه بيطمنها إنه بخير. وبيقرر سوبارو إنه يعيد نفس اليوم تاني عشان يوصل لنفس النهاية لحد ما بيوصل لغرفة الملابس. فبيتفاجئ برام بتقول إنهم هياخدوا مقاساته في وقت تاني، فبتتغير خطته وبتبدأ رام تعلمه قراءة وكتابة لغتهم من الصفر، وبيشتغل معاهم بعدها في كل مهام القصر تاني زي اليوم اللي فات بالظبط. وفي الليل بتكون إيميليا هي اللي بتعلمه اللغة وما بيقدرش يتمالك نفسه، فبيطلب منها إنها تخرج معاه وبتتردد جدا لأنه ممكن يكون خطر عليهم، لكنها بتوافق لما بيصر. فبيفرح سوبارو جدا وبتسيبه وبتمشي. وبيفضل سوبارو في غرفته وبنفهم انه قرر ما ينامش طول الليل عشان اليوم ما يتكررش ويخرج مع إيميليا، لكن بيبدأ النوم يغلبه غصب عنه. فبيصحى فجأة وهو مفزوع وبيحس بدوخة شديدة، وبيخرج من غرفته بصعوبة وهو تعبان جدا وبيحاول يستنجد بأي حد لكن محدش بيسمعه. وفجأة بتوصل له ضربة عنيفة جدا بتوقعه على الأرض، وبيتصدم انه فقد دراعه وبيتألم جدا، لكن بيتم القضاء عليه تماما في نفس اللحظة. وبيصحى سوبارو في غرفته وهو مرعوب وبيصرخ، لكنه بيهدى أول ما بيلاقي دراعه بخير وبيفهم إن اليوم اتعاد تاني. وبيشوف ريم ورام المرعوبين منه فبيعتذر لهم جدا وبيقوم بكل حماس يبدأ يوم الجديد. وبيروح بعدها لغرفة بيتي وبيفضل يفكر في الطريقة اللي مات بيها وإن بالتأكيد حد قتله. وبتتعصب بيتي منه كعادتها وبتطلب منه يخرج من غرفتها، فبيتعصب سوبارو عليها فبتخرجه بقوة سحرها وبتوقعه من الشباك. وبتروح له إيميليا فبيقوم وهو متبهدل جدا، فبتطلب إيميليا من باك إنه ينظفه، فبيدخله باك في دوامة مائية شديدة جدا وبيتألم سوبارو بعدها. وبيقعدوا سوا في الجنينة وبيستمتعوا بوقتهم جدا لحد ما بيوصلهم ريم ورام وبيبلغوهم بوصول روزوال. وبينتقلوا لغرفة الطعام وبيقرر سوبارو يغير مكافأته وبيختار انه يعيش كضيف في القصر، وبيفكر انه هيجمع المعلومات بنفسه ويحاول يعرف لو ان ليهم اي اعداء. وبيدخل كل الغرف لكنه ما بيبقاش عارف هو بيدور على ايه حتى، وبيلاحظ روزوال تحركاته الغريبة في القصر. وبيبدأ سوبارو بعدها دروس لتعليم لغتهم لكنه بيواجه صعوبة شديدة، ولما بيطلب المساعدة من رام بترفض. فبيروح لغرفة بيتي وبتكون هتطرده من قبل ما تسمعه حتى، لكنه بيترجاها تستنى وبيسألها لو إن في نوع سحر ممكن يقتل البشر، فبتجاوبه إن بالتأكيد فيه وبيكون لعنة مش مجرد سحر، لكن الكهنة بس هم اللي يعرفوه. وبتكمل إن في طريقة تانية للموت زي ما صعقته بسحر المانا أول مرة تقابله. فبيترعب سوبارو أول ما بيفتكر، ولما بيتأكد إن مش هي اللي قتلته بيسألها لو حد تاني عنده القدرة دي، فبتجاوبه إنها من القدرات النادرة وإن محدش يمتلكها غير هي وباك. وبيرجع سوبارو لغرفته وبيدرس اللغة، فبتدخل عليه رام وبتفضل جنبه وهو بيدرس. فبيحكي لها سوبارو عن اللي وصله في التعليم وإنه بقى قادر يقرأ كتاب الأطفال عن التنانين، وبيحكي لها عن قصة للأطفال من عالمه، لكن بيبان على رام الضيقة في نهايتها وبتغير الموضوع وبتعرفه إن القصة اللي قراها حقيقية وإن التنين بالفعل موجود. وبيحاول يسألها عن ساحرة في القصة لكنها بترفض تجاوبه وبتسيبه وبتمشي. وبيكمل سوبارو قراءة وبيكون اسم الساحرة هو الساحرة الغيورة. وبعد وقت بيجتمعوا كلهم عشان يودعوا سوبارو اللي قرر ينتقل يعيش في القرية، وبتكون إيميليا قلقانة عليه جدا لكنه بيطمنها إنه هيكون بخير. وبيودعوا روزوال كمان اللي بنفهم إنه اداله رشوة عشان ما يتكلمش عن أي حاجة شافها في القصر. وبيشكر سوبارو ريم ورام كمان جدا. وبيبدأ سوبارو طريقه وبتودعه إيميليا، وأول ما بيبعد عن القصر بيغير طريقه بسرعة للغابة وبيمشي لحد ما بيوصل فوق جبل بيكشف من عليه القصر كله. وبيقرر إنه هيفضل مراقبه لحد ما القاتل يظهر وبيجهز سكينة معاه. وقت الغروب بيكون سوبارو بدأ يتعب، وفجأة بتوصل له ضربة عنيفة جدا من سلاح ضخم بسلسلة بتوقعه من الجبل، لكنه بيكون رابط نفسه بحبل فبيمنع اصطدامه بالأرض. وبيقطع سوبارو الحبل وبيهرب بكل سرعته لحد ما بيوصل لطريق مسدود، فبيقرر بشجاعة إنه هيقف وهيواجهه. وبتوصل له هجمة عنيفة من نفس السلاح من وسط الغابة لكنه بيقدر يتفاداها، وبيسحب بعدها السلسلة عشان يظهر صاحبها. وبيتصدم سوبارو بخروج ريم من الغابة وإنها هي اللي بتحاول تقتله.
وبيسألها سوبارو وهو مرعوب ليه عايزة تقتله، فبتجاوبه لأنه شخص مريب ومش بتثق فيه. فبيشتتها سوبارو وبيقدر يهرب منها بسرعة، لكنها بتوجه عليه سلاح حد بيصيبه وبيقع على الأرض، لكنه بيتفاجئ بيها بتشفي جرحه عشان يقدر يجاوبها على أسئلتها. وبتسأله ريم لو إنه شغال لمنافسين إيميليا على الحكم، وبالرغم من قوله الحقيقة بتضربه ريم. فبينهار سوبارو لأنه مش قادر يشرح ليها موقفه وكل الذكريات اللي يعرفها عنهم، لأنه بيموت ويصحى كل شوية وفي الآخر بتموته ريم. وبيرجع تاني للغرفة في القصر، وأول ما بيفوق وبيشوف ريم ورام بيترعب تماما. وبتروح إيميليا تطمن عليه، وبيكون ظاهر عليه الحزن الشديد، فبيقرر يصارحها باللي بيحصل له. لكن أول ما بيبدأ يحكي لها بيقف الزمن بيه، وفجأة بتظهر هالة شريرة جدا وبيحس إن خارج منها إيد عايزة تقتله، وبيختفي كل ده فجأة. لكن بيفضل سوبارو بملامح الرعب، فبيفهم إن أيا كان اللي بيحصل له فهو عليه زي لعنة بتمنعه من إنه يتكلم ويعرف أي حد بيه. ولأنه مش عارف يتصرف إزاي بيطلب من إيميليا تسيبه لوحده، وبيفضل نايم في السرير. وبيفكر سوبارو إنه لو مات تاني في القصر ممكن تكون الموتة الأخيرة. وفي نفس اللحظة بتدخل عنده بيتي وهي مستنكرة شكله الكئيب، فبيفتكرها سوبارو بتطمن عليه وبتعتذر له عن معاملتها السيئة، لكنها بتعامله بنفس الطريقة. وقبل ما تمشي بيطلب منها سوبارو تقدم له خدمة، فبترفض في الأول لكنها بتوافق بعد كده لأنه يعتبر ساعد باك صديقها المقرب. وبيطلب منها سوبارو إنها تحميه من الموت لحد ما اليوم الرابع يمر عليه في القصر، وده اليوم اللي بيموت فيه كل مرة. فبتمسك بيتي إيده وبتقول مساق وعد على حمايته. وبيصحى تاني يوم في المكتبة المحرمة، وبتكون بيتي نقلته خلال نومه، وبتعرفه إن ده أكتر مكان هتقدر تحميه فيه. وبيقرر يقضي الوقت كله في القراءة. وفجأة بيجي لبيتي استدعاء، فبتستخدم قدرتها وبتنتقل. وبيقرر سوبارو يفتح الباب، فبيتفاجئ إن شمس اليوم الرابع طلعت بالفعل وهو لسه عايش. وبتوصل عنده إيميليا وهي باين عليها الخوف، وبتاخده معاها الغرفة في القصر. ساعتها بيتصدم سوبارو بصوت رام وهي منهارة، وبتزيد صدمته أول ما بيعرف بموت ريم. وبيروح لها سوبارو، بس رام بتفضل تزعق له لأنها شك فيه إنه موت أختها. وفي طريق خروجه بيكلموا روزوال إنها بالتأكيد ماتت بسبب لعنة، وبيسألوا روزوال وإيميليا لو إنه يعرف أي تفسير للي بيحصل. فبيسكت سوبارو اللحظة وبيفتكر الهالة الشريرة اللي كانت هتموته لما حاول يتكلم. وفجأة بتوصل له هجمة سريعة بتجرحه في وشه من رام اللي شكها بيزيد فيه، وبتسأله لو إنه يعرف حاجة. ولما بيسكت بتوجه عليه هجمة عنيفة، فبتصد بيتي في لحظة، وبتقول بيتي إنها وعدته إنها هتحميه. وبتعرف روزوال إنه طول الفترة اللي فاتت كان في المكتبة المحرمة، فأكيد هو ملهوش أي علاقة بموت ريم. ولأن سوبارو حاسس إن كله شاكك فيه، فبيقرر يسيب القصر. وأول ما بيخرج بتوجه رام هجمة عنيفة عليه بتسبب انفجار شديد، لكن بيكون سوبارو هرب وبيجري بكل سرعته في الغابة. وبيقف فجأة وبيفكر إنه لو نهى حياته كل ده ممكن يتغير. وبيوصل عند منحدر عالي وبيكون مرعوب ياخد الخطوة، وفجأة بيفتح عينه على صوت بيتي وبيستغرب إنها كانت بتدور عليه. فبتكلمه بيتي إن في بينهم عهد وإنها لازم تحميه، وبتعرض عليه إنها تساعده على الهروب. وبيفتكر سوبارو كل لحظاته معاهم. وفي نفس اللحظة بتوصل رام وهي عاوزة تقتله، لأن هروبه معناه إن هو السبب في موت أختها فعلا. فبتقف بيتي قصاده عشان تحميه، لكن بيتخطاها سوبارو وبيعتذر لرام على موت أختها، وبيقول إنه فعلا بيحبهم. وبيجري بكل سرعته للمنحدر وبينهي حياته بنفسه. وبيصحى سوبارو في غرفة القصر وبيلاقي ريم ورام قصاده، فبيفهم إنه نجح في الرجوع. وبيجي وقت اجتماعهم في غرفة الطعام، فبيرجع يختار بحماس انه يشتغل عندهم ويقوم بكل مهام القصر بمهارة عشان يقرب اكتر من ريم ورام، على امل انهم يثقوا فيه المرة دي اكتر وريم ما تحاولش تموته. وبيروح بعدها يرتاح في حديقة القصر، وبيروح لباك فبيسأله سوبارو عن سحر إيميليا، فبيشرح له إنها مجرد قوة روحية. وبيعرفه باك إن أي حد ممكن يكون عنده القوة دي لو قدر يتحكم في المانا في جسمه. فبيتحمس سوبارو جدا إنه ممكن يستخدم السحر، وباك بيقول إنه ممكن يقدر يحدد إيه هي قدرته كمان. فبيسرح سوبارو بخياله وبيفكر في كل القدرات المحتملة، وبيفاجئ باك إن قوته هي قوة الظل، فبيستغربها سوبارو. وبتنبهر إيميليا لما بتسمعهم لأنها قوة نادرة على الرغم من إنها ضعيفة شوية. وبيعرض عليه باكي يوريه تأثير قوة الظل، وبيتضح إنه يقدر يعمل زي دخان كثيف من الظلال بيمنع أعدائه إنهم يشوفوا أي حاجة جواه.
وفي الليل بيروح لبيتي وبيطلب منها تساعده في إنه يعرف أكتر عن الكهنة واللعنات، فبتعرفه بيتي إن اللعنة ملهاش أي علاج لو حد اتصاب بيها، وبتشم بيتي ريحة الساحرة الغيورة متعلقة بيه، فبيطلب سبارو منها تفهمه اللي بيحصل، فبتشرح له إنهم ما عندهمش غير ساحرة واحدة وهي الساحرة الغيورة ساتيلا، وبتبدأ تحكي له عن كل الأقاويل اللي بتتقال عنها، فبيتصدم سبارو إنها قوية جدا وحتى التنين الأسطوري ما قدرش يدمرها، وبيستغرب لما بتعرفه بيتي إنها نص عفريتة شعرها فضي، فبيفتكر فورا إيميليا لما كسبت وقالت إن اسمها ساتيلا لأن مواصفاتها بالظبط زيها. وتاني يوم بيصحى سوبارو وبيبدأ يومه بحماس، وبعد يوم طويل من الشغل الشاق ما بيكونش بيفكر غير في إنه مرهق جدا. وفي الليل بيروح تاني لبيتي وبيسألها لو إنها تقدر تكتشف اللعنات قبل ما تصيب البشر، فبتعرفه إنها تقدر تمنع تفعيلها بس ما تقدرش تكتشفها قبل ما تتفعل على بشري. وبتكمل كلامها إن في شرط أساسي للإصابة باللعنة وهو إن صاحب اللعنة يلمس اللي هيلعنه، فبيفكر سوبارو إنه ما لمسش أي حد خارج القصر غير لما راح للقرية مع ريم يشتروا الطلبات، وبيفتكر كل اللي حصل وبيفكر إن اليوم اللي مات فيه بشكل غريب في القصر أكيد كان بسبب لعنة اتصاب بيها من السوق في نفس اليوم، وإن اليوم اللي كان موجود فيه مع بيتي في المكتبة ريم بالتأكيد راحت للسوق لوحدها وساعتها هي اتلعنت وماتت بداله آخر مرة. فبيفرح جدا إنه وصل لتفسير مقنع شوية للي بيحصل له المرة دي. وتاني يوم بيبدأ يومه بحماسه المعتاد وبيطلب بعدها من ريم ورام إنه يروح للسوق، فبتوافق رام، وبعد وصولهم للسوق بيلاحظوا قد إيه سوبارو قدر يتقرب من أهل القرية جدا، وبيفكر سوبارو إنه لازم يلمس كل أهل القرية عشان يحدد مين صاحب اللعنة، وبيكونوا خلاص هيمشوا لكن بتروح طفلة سوبارو وبتطلب منه يروح معاها للسور، وبالفعل بيروح هو وباقي الأطفال وبتوريه الطفلة جرو لطيف جدا، وبيلعب سوبارو مع الجرو لكنه فجأة بيعضه، وبيرجعوا بعدها للقصر فبيقابلهم رزوال وبيعرفهم انه خارج لاجتماع مهم وبيطلب منهم يحموا القصر، وبيروح سوبارو لبيتي وبيطلب منها تكشف لو انه اتصاب بأي لعنات، واول ما بتقرب منه بتكتشف انه فعلا مصاب وبتبدأ تستخدم سحرها، وفجأة بتخرج هالة شريرة من ايديه فبتقضي عليها بيتي. ساعتها سوبارو بيتصدم ان الجرو هو اللي لعنه لان ده المكان اللي اتعض فيه، وبيقوم بسرعة وبيروح يحكي لريم ورام وبيطلب ان واحدة تروح معاه للقرية عشان اكيد الجرو ده اذى كل الاطفال اللي هناك، والتانية تفضل لحماية إيميليا. وبالفعل بيخرجوا سوبارو وريم، وأول ما بيوصلوا للقرية بيشوفوا واحد من القرويين قلقان جدا وبيعرفوا منه إن أطفال القرية اختفت فجأة، فبيتحركوا للسور بكل سرعتهم وبتشاور ريم على مصباح مكسور، وبيفهم منها سوبارو إن المصابيح بتمنع وحوش صناعتها الساحرة اسمها الماجو من الوصول للقرية، وبيلاحظ سوبارو أثار على الأرض وبيقرر إنه هيدخل للغابة، لكن بتتردد ريم في الأول بس لما بتشوف تصميم سوبارو على إنقاذ الأطفال بتوافق، وبيدخلوا للغابة وبتقدر ريم تحدد مكان الأطفال، وبالفعل بيوصلوا لكن بيكونوا كلهم فاقدين الوعي وللأسف بيكونوا اتلعنوا، فبتحاول ريم تستخدم تعويذة شفاء عشان تخفف الألم، وبتفوق واحدة من الأطفال وبتكلم سوبارو بصعوبة وبتعرفوا إن في طفلة أخدها الماجو، فبيقوم سوبارو فورا عشان يحاول يوصلها وبيطلب من ريم تفضل مع الأطفال لحد ما بقية القرويين يوصلوا وبعدين تيجي تساعدوه، وبيكمل سوبارو طريقه في الغابة لحد ما بيوصل للطفلة وبتكون فاقدة الوعي، وفجأة بيحس بحركة وأول ما بيلتفت بيتصدم بالماجو وبيكون كلب ضخم مفترس، فبيقف سوبارو بكل شجاعة وبيقرر يواجهه، وبيقدر فعلا بحركة ذكية يخلص عليه، ولسوء حظه بيخرج عليه عدد ضخم من الماجو فبيتوتر جدا لكنه بيتمالك نفسه وبيقف يواجههم، وبينقض واحد منهم على سوبارو بس بتنقذه ريم على آخر لحظة، وبتقضي بعدها بسلاحها على كل الماجو اللي بيواجهوهم، وبينبهر سوبارو من قوتها وبياخد سوبارو الطفلة وبتقدر ريم تأمن له طريق للهروب وبتحصله بعدها بكل سرعتها، وبيستمر سوبارو في الجري لحد ما بيشوف أضواء القرية فبيفرح جدا، لكنه أول ما بيلتفت بيتصدم بشكل ريم وهي مصابة بشدة وبيظهر من وراها الجرو مع الماجو، وفجأة بيقدر يسبب دمار عنيف في الطريق كله، فبتنقذ ريم سوبارو وبتتأذي هي من دمار الأرض وبتقع بشدة وبيحوطوها كل الماجو وبيترعب سوبارو عليها، لكن بتقوم ريم وفجأة بيخرج من راسها قرن وبتضحك بهستيريا وهي بتدمر كل الماجو، فبيتصدم سوبارو أول ما بيستوعب
بيستوعب إنها شيطانة وبيهجموا عليها كل الماجو فجأة، فبيتحرك سوبارو بكل سرعته وبيفاديها وبيكون هيموت من الألم، وما بتستحملش ريم اللي بيحصل فبتقضي على الماجو وبتجري تطمن عليه وهي مرعوبة. وتاني يوم بيفوق سوبارو في غرفة غريبة وبيحاول يقوم لكنه ما بيقدرش، وبيلاحظ آثار الهجوم العنيفة على جسمه، وبيشوف إيميليا وبيكون باين عليها إنها كانت سهرانة جنبه طول الليل، وبيخرج له باك وبيعرفوا إنهم في بيت واحد من القرويين وإن تم إنقاذه بفضل ريم، وإن الأطفال بيتي قدرت تبطل لعنتهم. وبيخرج سوبارو من البيت فبيقابل رام وبتشكره على شجاعته وإنه فعلا أنقذ كل أهل القرية، وبيروح سوبارو لكل بيوت الأطفال يطمن عليهم، وبيقابل بعدها بيتي فبيروح لها بسرعة وبيشكرها جدا، وما بتهتمش بيتي وبتطلب منه يتكلموا لوحدهم. وبعد ما بتاخده المكان بعيد عن الناس بتصرحوا إن فاضله ساعات ويموت، وبتكمل إن الماجو لما هاجموه صابوه بلعنات كتيرة جدا صعب تتفك، وبتتفاجئ بيتي إن سوبارو مش متأثر نهائي ومتقبل الموضوع جدا، وبيسألها سوبارو بهدوء لو إن في طريقة تانية لفك اللعنة، فبتعرفوا إن لو صاحب اللعنة مات فهي هتتفك لوحدها، فبيشوف سوبارو إنه اتصاب من عدد كبير من الماجو ولازم يقتلهم كلهم. وفجأة بيستوعب سوبارو اختفاء ريم فبيسأل عنها وهو مرعوب، فبتجاوب بيتي إنها رجعت للقضاء على الماجو، وبتسمعهم رام فبتتصدم تماما وبتجري فورا، لكن بيوقفها سوبارو وبيعرفها إنه هيروح معاها، فبتحذره رام إن ما عندهاش قوة ريم الخارقة وإنها بس بتستخدم قدرات عادية، لكنه ما بيتراجعش عن قراره. وبيبدأوا طريقهم في الغابة وبيظهر على سوبارو الإرهاق قبل حتى ما يواجهه، فبتسأله رام لو إنه فعلا هيقدر، فبيعرفها إنه هيقاوم وبيوريها سيف قدموه له أهل القرية كشكر ليه، وبيفتكر إن الأطفال كمان شكروه جدا وقدموا له حاجات مختلفة. وفي الغابة بتستخدم رام قدرتها على الاستبصار وبتقدر تشوف كل حاجة حواليهم، وبتبلغ سوبارو إنهم متراقبين، وفجأة بيهاجمهم واحد من الماجو فبتدمروا رام بسرعة، وبيستمروا في الظهور لكنها بتقضي على كل اللي بيواجههم في لحظة. وبيكملوا طريقهم فبيسألها سوبارو لو ان عندها قرن شيطاني زي ريم، فبتعرفه انها فقدته وان من وقتها وهي بتعتمد على ريم في كل حاجة. وبتيجي لسوبارو فكرة وبيقرر انه يصارح رام بحقيقة رجوعه بعد الموت، لكن فجأة بيحس بألم شديد جدا فبيتراجع، وبتحس رام بعدد كبير من الماجو في طريقه ليهم، فبيطمنها سوبارو انهم متجهين لريحة الساحرة الغريبة الخارجة منه، وان دي اسرع طريقة هتجمعهم بريم لانها هتتجه ورا الماجو. وبيوصلوا لهم الماجو وبيهاجموهم بعنف، لكن بعد وقت قليل بنتفاجئ بسوبارو شايل رام وبيهرب بيها بكل سرعته من الماجو، فبيقعوا من فوق منحدر عالي، وبيقدر سوبارو يمنع سقوطهم بأعجوبة باستخدام السيف، لكن حتى السيف ما بيستحملش وبيتكسر، وقبل ما يصطدموا بالأرض بتستخدم رام سحرها وبتخفف من الصدمة، لكن بيحوطهم عدد ضخم من الماجو وبيترعب سوبارو وما بيبقاش عارف هيتصرف ازاي، لكن فجأة بتوصل لهم ريم وبيفرح سوبارو جدا، لكن أول ما بتشوفه ريم بتواجه سلاحها عليه بكل قوتها بدون تفاهم، فبيفهم سوبارو إنها مش في وعيها وإن الجانب الشيطاني هو اللي مسيطر عليها، فبيحاول يفكرها بنفسه لكنها بتستمر في الهجوم بعنف. وفي نفس اللحظة بيهاجموها الماجو، فبيقدر سوبارو يهرب برام، وبتدخل ريم في معركة عنيفة مع الماجو، وقبل ما سوبارو يبعد ما بيقدرش يسيب ريم لوحدها وبيقف عشان يساعدها، لكنه بيتفاجئ بيها بنفس عنفها وبتدمر كل الماجو، فبيخاف جدا وبيهرب برام. وبتتكلم رام بصعوبة إنهم لازم يخبطوا قرنها بقوة عشان ترجع لطبيعتها، فبيتردد سوبارو جدا لكن بتعرفه إن مفيش حل تاني، فبيقرر سوبارو يستخدم رام للمهمة دي وبيحدفها تجاه ريم بكل قوته عشان يشتتها، وبالفعل بتلحقها ريم وبتحضنها، فبيجري سوبارو عليها عشان يخبطها لكنه ما بيعرفش، وبتتكسر الأرض فبيطير سوبارو وبيتجه لريم تاني بكل قوته، وبتكون هتوجه عليه واحدة من هجماتها لكنها بتتشتت بتكسير الأرض. وبننتقل لعشيرة اسمها عشيرة الشيطان، وبنشوف الزعيم بتاعها متعصب لأن تم ولادة توأم وهو شيء محرم عندهم، وبيقرر إنه لازم يقضي عليهم بنفسه، وبنشوف سيدة بتترجاه يتراجع وبيروح لهم الزعيم، وقبل ما يقضي عليهم بيبدأ واحد منهم يبكي بشدة، فبيستخدم الرضيع التاني قوة عنيفة جدا بيسبب دوامة هوائية بيبعد عنهم الزعيم بقوة، وبتمر السنين وبيكبروا الأطفال، وبنعرف إنهم ريم ورام في الماضي، وبتظهر رام عند شلال وهي بتتحكم في المية، وبينبهروا كل الموجودين من قوتها،
وفي الليل بتروح ريم للشلال وبتحاول تتحكم في المية لكنها بتفشل، فبتشجعها رام إنها أكيد في يوم هتقدر. وبتمر الأيام وبتظهر براعة رام الشديدة في كل المهام، وبتحس ريم إنها عمرها ما هتكون زي أختها المحبوبة، فبتختار ريم تكون بارعة في حاجة تانية، وبتعرف والدتها إنها هي اللي هتطبخ لهم. وبتخرج ريم للغابة تجيب كل المكونات اللي هتحتاجها، لكن فجأة بتحصل عاصفة شديدة وبيضرب البرق الغابة وبتكون ريم هتموت، فبتنقذها رام على آخر لحظة. وبيرجعوا للبيت وبيفرحوا والدهم ووالدتهم إنهم بخير، لكن بيزيد شعور ريم بالفشل. وبتحلم ريم بكل أهل القرية وهم بينتقدوها وبيحبوا رام بس، وبيتمنوا لو إنها مش موجودة. فبتنهار ريم لكنها بتطمن أول ما بتصحى وبتلاقي رام جنبها ماسكة إيديها. وفي يوم بتصحى ريم في الليل مش بتلاقي أختها، وأول ما بتخرج من غرفتها بتتصدم بالبيت كله بيولع، وإن والدها ووالدتها ماتوا بسبب هجوم على البيت. وبتحارب ريم بمهارة اللي بيهاجموهم وبتقضي عليهم بكل قدرتها. وأول ما بتشوف ريم بتروح لها عشان تطمنها، لكن فجأة بيقوم واحد من الأعداء وبيقطع قرنها في لحظة، فبتتصدم ريم. وبيظهر روزوال وبياخدهم لقصره وبيكملوا حياتهم كمساعدات في القصر، لكن بتفضل ريم شايلة ذنب إن هي سبب في فقدان ريم لقرنها. وبنرجع للوقت الحالي وبتبدأ ريم تفوق وسوبارو شايلها وبيجري بيها مع رام لحد ما بيوصلوا لمكان آمن. فبتسأل ريم وهي منهارة ليه رجعوا لها وإنها كانت عايزة تكفر عن ذنبها، فبيضربها سوبارو بقوة في راسها وهو متضايق جدا من تفكيرها، وبيلومها إنها معتقدة إنها ملهاش قيمة. وبيحسوا بوجود الماجو حواليهم، فبيقرر سوبارو يشتتهم لحد ما ريم ورام يهربوا. وبالفعل بيجري بكل سرعته فبيحصلوه، لكن بيلاقي في وشه الجرو، وبيبدأ الجرو يتحول لوحش ضخم جدا. وبتشوف المشهد ريم وبتترعب على سوبارو، وبتحاول رام تهديها فبترفض ريم تتخلى عن سوبارو. وفجأة بيستخدم سوبارو قدرة الظل الروحية وبيقدر يسيطر على الوحش وبيضربه بالسيف المكسور، لكن بيرجع تاني يهاجم بعنف، فبيسحب سوبارو السيف وبيصيبه تاني وبيتألم الوحش بشدة، فبيهاجمه أشد من الأول. وبيقف سوبارو لمواجهته بكل شجاعة، لكن فجأة بتولع فيه نار عنيفة جدا بتدمره تماما. وبيظهر بعدها روزوال وبيكون هو منقذه، وبيروحوا له رام وريم وبيعتذروا له إنهم سابوا القصر، لكن هو اللي بيشكرهم على إنقاذ أهل القرية. وتاني يوم بيصحى سوبارو في القصر وبيشوف ريم قاعدة جنبه وماسكة ايده لأنه كان بيتألم طول الليل، وبيسألها هو ازاي لسه عايش، فبتجاوبه إن رزوال قضى على كل الماجو، فبالتأكيد كل لعناته اتفكت. وبيروحوا سوبارو وإيميليا بعدها للقرية وبيقضوا وقت لطيف جدا مع الأطفال، وبيبان قد إيه هما بيحبوا سوبارو. وفي طريق رجوعهم للقصر بيتكلموا عن كل اللي حصل، وأول ما بيوصلوا بيقابلوا سواق وبيرحب بإيميليا باحترام شديد. وبيدخلوا القصر فبتعرفهم رام إن في ضيف مهم عندهم مع رزوال بخصوص الانتخاب ومستنيين إيميليا. وبيروح سوبارو بعدها يتودد للسواق ويحاول يعرف منه أي معلومة، لكنه بيرفض إنه يعرفه أي حاجة. وبيقطع كلامهم الضيف وبتكون في هيئة قطة اسمها فيليكس، وبتعرف سوبارو من كلام إيميليا عليه وبتعرفه إن في اجتماع مهم في العاصمة. وبيدخل سوبارو فورا للقصر وبيترجى إيميليا إنه يروح معاها للاجتماع عشان يساعدها، وبتحاول ريم تقنعها توافق بحجة إنه عايز يشكر الناس اللي ساعدوه هناك، فبيتدخل رزوال وبيوافق إنه يروح معاها. وبعد وقت بيوصلوا للعاصمة وبتكون إيميليا قلقانة من إنه يتصرف بتهور، فبيبدأوا يتخانقوا. وبيقطعهم البايع وبيرحب بيهم وبيقدم له الفاكهة كترحيب برجوعه. وبيكملوا بعدها طريقهم لحد ما بيوصلوا للقلعة وبيقابلوا على البوابة فارس اسمه يوليوس، وبيلاحظ سوبارو انه بيتقرب من ايميليا فبيتعصب جدا. وبيكونوا خلاص هيدخلوا، لكن بتمنع ايميليا سوبارو وبتطلب منه انه يستناها لحد ما تخرج. وفي خلال انتظاره بيلاحظ حد بيسحب بنت لشارع جانبي، فبيتحرك لهناك بكل شجاعة. واول ما بيوصل بيمثل انه يعرف البنت عشان يساعدها، لكنها بتضربه بعنف اول ما بيلمسها. وبيتفاجئ بعدها بوجود نفس قطاع الطرق وبيكونوا هيتواجهوا، لكن بيشوف روم سوبارو فبيساعدوه. وبيهربوا قطاع الطرق بكل سرعتهم. وبيسألوا روم بعدها عن فيلت، فبيعرفوا ان رينهارد اخدها، فبيمشي وبيسيبهم بهدوء. وبتوصل لهم إيميليا، لكن بيتفاجئ سوبارو بوجود واحد مريب معاها، فبتفهمه انها بتساعده يلاقي حد تايه. وبالفعل بيكون بيدور على البنت اللي ساعدها سوبارو، واول ما بتشوفها إيميليا بتستخبى ورا سوبارو، فبيتحركوا فورا. وبتسأل إيميليا سوبارو بعدها لو انه يعرف البنت دي وهي متضايقة، لكن بيأكد لها انه ما يعرفهاش. وبيرجعوا للقصر وبيعرف سوبارو ان في اجتماع تاني، لكن بترفض إيميليا تماما انه يروح معاها.
وتاني يوم بتتحرك إيميليا مع روزوال وبيشوفهم سبارو وهو متضايق جدا، فبيكلم ريم إنه لازم يكون مع إيميليا، فبتسيبه ريم وبتمشي، فبيفهم إنها معارضة وبيتحرك سبارو بكل سرعته للعاصمة. وأول ما بيوصل للقلعة ما بيبقاش عارف هيدخل إزاي، لكنه فجأة بيقابل في الطريق البنت اللي ساعدها والحارس بتاعها، فبيركب معاهم. وفي خلال ده بيعرف سبارو إن اسمها بريشيا وهي واحدة من المترشحين للحكم. وبيوصلوا عند باب الاجتماع وبيدخلوا، وبتتصدم إيميليا أول ما بتشوفهم سوا، فبتتعمد بريشا تضايقها أكتر وبتقول لها إنه مساعدها، لكن بيفهم روزوال نيتها فبيتدخل وبيعتذر لها لو كان سبارو ضايقها. وبيوصلوا لجنة الحكام وبيتقدموا الأربع مترشحات للحكم، وبيقف سبارو جهة الحراس فبيتفاجئ بوجود رينهارد، وقبل ما يتكلم معاه بتوصل لهم فيليكس، لكن بيصدموا رينهارد إنه في الحقيقة ولد. وبيتكلم قائد الحرس إنهم مجتمعين لأن في تطورات مهمة، وبيعرفهم إن في نبوءة بتقول إن لازم المترشحات للحكم يكونوا 5 عشان أصلا تبدأ الانتخابات. وبينده بعدها على رينهارد وبيطلب منه يتكلم، فبيعلن رينهارد إنه وصل للمرشحة ال5، وبيتفتح باب القاعة وبيتصدموا كلهم بدخول فيلت كمرشحة للحكم. وبس كده بينتهي فيديو النهاردة، بس لسه مغامرات صاحبنا سوبارو ما خلصتش، فلو عايزين تعرفوا هو هيقدر يساعد إيميليا تمسك حكم البلاد ولا لأ عرفونا في الكومنتات، وما تنسوش تدعمونا بلايك. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام.